ده تقرير المستشفى لغايه ما يجي الطبيب الشرعي تسلمه له. ومن فضلك تقول لنا التلاجة فين عشان حضرة الضابط هيتحفظ على الجثة. اتفضل، التلاجة قدامك اهي. اتفضل يا حضرة الضابط عشان اعرفك الجثة قوي. ما كده روح بتسوقي لي سمعة المستشفى وتتهميني بالكذب. انا بيني وبينك قرار النيابه، عن اذنك. كده ماشي، مش هفوتها لك. ما دفعتك تمن غالي. ازاي امجد يسيبها تعمل كده؟ دي اكيد اتجننت. اسمع يا عادل، الحكايه مش سهله. سيب المستشفى وتعالى دلوقتي حالا. ايوه، لازم نشوف حد يساعدنا في الموضوع ده بسرعه. مع السلامه. مفيش غير كاظم ابن اختي، هو اللي يقدر يساعدنا في المشكله دي. بس اقول له ايه؟ دي فضيحه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا جماعة، احنا هنضطر نأجل الجنازة لحد ما النيابة تشوف شغلها. بالله عليك يا أخي مختار، ما تحاولش تحتك بالدكتور النخاس الذي استباح لنفسه أن يأكل لحم أخيه، فإن لنا معه شأنا آخر. يا شيخ سعيد، أنا ساب الموضوع كله على الله ثم للقضاء، وبعدين أنا عايز أمشي قانونا. أحسنت يا بني، ابن أبيك حقا. اتق الله يا شيخ عبد الله، اتق الله واحكم بشرع الله في من يسعون في الأرض فسادا. يا شيخ سعيد، أولى الناس بتنفيذ شرع الله من ولاهم الله أمورنا، فلنترك الأمر لولي الأمر. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله إني لا أتعجب من أقوالك وأفعالك يا شيخ عبد الله، فأنت وجماعتك هكذا دوما سبب في تخاذل نصرة الحق. بقول لك إيه، المرحوم الحاج صلاح كان من جماعتنا ونحن أولى به. اسمع يا مختار يا ابني، أنت الآن في اختبار من الله سبحانه وتعالى، وعليك أن تختار ما بين حكم الله وحكم من لجأت إليهم، وسنكون لك عونا إن شاء الله فيما تختار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سوري يا امجد، مشوار صغير وراجع. ايه في ايه؟ حصل حاجه؟ معلش انت معذور، عندك حق طبعا. مراتك بتتصرف من دماغها ومش عامله لك اي اعتبار. روح، حصل منها حاجه؟ روح اسالها انت بقى. ست مش عامله اي اعتبار للزماله، وانا هعرف اتصرف معاها ومحدش يلومني بعد كده، وخصوصا انت. استنى بس يا عادل، ما تفهمني فيه ايه؟ الو. ايوه يا دولة هاني. طب بالراحه بس، بالراحه عشان افهم ايه اللي حصل. انا مش فاهم حاجه خالص. روح، لازم تسحب البلاغ ده وتقدم اعتذار العادل، والا مش هيحصل كويس. دي حاجه تمسني وتمس عيلتي كمان. ايوه، والا هتخسرنا للابد. انا مش هتكلم اكتر من كده، سامعني؟ مش هتكلم تاني. الو. ايوه يا كاظم، انا دولة. بقول لك ايه يا حبيبي، سيب مكتبك وتعالى لي على طول دلوقتي في الفيلا. ايوه، في حاجه مهمه عايزاك. بعدين افهمك، في مصيبه هتحصل، لازم تلحقنا. لا لا يا حسين بقى، استني بس يا حبيبتي، رايحه فين؟ هو حصل حاجه؟ كل ده وما حصلش حاجه؟ يا حبيبتي انا اسف جدا والله، ده كان غصب عني وعنك، بس اوعدك مش هتحصل تاني. طب يلا بينا بقى نمشي من هنا. طب حاضر، بس اما تهدي شويه. لو نزلت تحت الناس يفتكروا ان احنا بنعمل حاجه وحشه. العماره مليانه سكان. بس انا زعلانه منك يا حسام، عشان خبيت عليا ان دي شقتك انت مش شقه نهى. يا حبيبتي انت فاهماني غلط. دي بقى شقه حبي وحبك اللي نورتي النهارده بوجودك فيها. بس برضه زعلانه منك يا حسام عشان ضحكت عليا.
وعمري ما هثق فيك تاني. سامحيني يا روح قلبي، انا جبتك هنا والله عشان نحمي حبنا من عيون الناس. اديكي شفتي كل ما نروح مكان الناس يبصوا لنا كانهم مستكترين الحب علينا. انا هسامحك بس بشرط، الشقه دي تتقفل خالص ومفيش حد يدخلها. اوامرك مطاعه. بس ايه رايك بقى، مش ينفع نتجوز فيها؟ لا طبعا، انا ما اقدرش اعيش وسط سكان وجيران، انا لازم يكون عندي فيلا خاصه بيا. حبيبتي، ولا يكون عندي فكره، مفيش اي مشكله. الشقق كل يوم بتغلى، مستعد ابيعها واكمل على ثمنها واجيب لك فيلا. وبعدين بابا سايب لي فلوس كتير يعني، ما تقلقيش. خدي بقى يا معلم المفتاح. اعمل بيه ايه؟ علشان تضمني اني مش هخش الشقه في غيابك، وكمان مستعد اكتبها باسمك. انا هاخد المفتاح ده لسبب واحد بس. اللي هو ايه؟ عشان تروح بيتكم وتذاكر وتبطل بقى فرجة على افلام. صح، فكرتيني بالفيلم. بس ايه رايك، الفيلم كان جامد. شفت البطله لما وثقت في حبيبها لاخر لحظه؟ بس دول اجانب بقى مش مصريين، وكمان ولالات النبي. يا حبيبتي بس احنا مؤدبين، ما قلدناهمش غير في لقطه واحده بس كانت اجمل لحظه في حياتي. بس بقى يا حسام انا مكسوفه من نفسي، يلا نمشي. بس انا عايزك تفتكري اليوم ده يا حبيبتي، يوم 15/5 اجمل لحظه في حياتي، واللي بسببها هبقى انسان جديد وناجح علشان اكون جديد بيه. يلا نمشي بقى يا حسام، انا متوتره. طب اكون طماع لو طلبت اكيد للذكرى لا، ولو ما خرجتش معايا دلوقتي هخرج انا واقفل الباب عليك. المفتاح بقى معايا كده. طب انا مش ماشي من هنا لما اخد واحده. لا مستحيل، مش هتتكرر. طب على الهوا كده من بعيد. طيب اذا كان كده ممكن، بس مش هنا في الشارع. في الشارع بقى عندنا شقتنا اللي سترانا، نسيبها وننزل نفضح نفسنا تحت قدام الناس في الشارع؟ يا حسام ما تغلسش بقى. طب مين مكانك؟ يو بقى ميادة. مفتاحك اهو، انا نازله ابقى احصلك. بينام زي القمر، واحده واحده هتروح على عسل. أقدر أعرف نتيجة فحص الجثة؟ طب أقدر أعرف إذا كان الاتهام ده صحيح ولا لأ؟ يا باشا دي مسألة تهم اسم العيلة، وحضرتك واحد من العيلة دي. أيوة يا باشا. أوكي يا باشا، شكرا جزيلا. مع السلامة يا باشا. هي يا كاظم بيه قال لك إيه؟ من غير تفاصيل، أنت مدان ومتورط ورطة كبيرة يا عادل. اتصرف يا قاسم، امال انا مكلماك ليه؟ يا هانم اصبري شوية لما أجمع تفكيري. دي تهمة مش بسيطة، وأكيد هتضر بمستقبل الدكتور عادل وهتضر بسمعة المستشفى كمان. أنا كنت واثق ومتأكد إن روح مش هتجيبها لبره. تحب أضغط على جوزها يسحب البلاغ؟ ما بقاش في منه فايدة الكلام ده دلوقتي، وخصوصا بعد ما الأجهزة الحكومية اتدخلت في الموضوع وبقت قضية رأي عام بتهم كل الناس. طب والحل يا كاظم؟ الحل ده أنا أنقذت روح شاب. الله، الحكاية كل ما فيها إني شلت كلية من جثة واحد ميت واديتها له، ده بدل ما يكرموني. إحنا هنهرج؟ اتصرف يا كاظم، المستشفى دي مكلفاني ملايين. الله، حبيب قلبي أنت خايفة على المستشفى ومش خايفة على أنا. يا حبيبي اللي هيحميك هيحمي المستشفى. قوم معايا يا عادل نوصل لغاية المستشفى، في تحقيق ودي هعمله هناك، وأكيد هوصل لحل حاسم للمشكلة دي. تحقيق ودي يعني إيه؟ هشرح لك في السكة. شوف يا عادل، أنا لازم أستغل حالة القلق اللي حاصلة بين العاملين في المستشفى واخد منهم اعترافات، وأكيد الاعترافات دي هتنفعنا بعد كده. قوم يعني، أنا واثقة فيه. اتفضل. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ما توثقيش اعمل في نفسي ايه؟ هتعمل ايه؟ هتموت نفسك؟ لا. كلهم بيقولوا كده في الاول. هموت نفسي واتحرم منك؟ لا. هتموتني معاك؟ يا حبيبة قلبي بعد الشر، انا كل في ايديك. امال بقى هتعمل ايه لو اتجوزنا؟ انا هعيش اسعد ذكرى في حياتي يوم 15/5، واحرم نفسي من كل البنات اللي في الدنيا.
سخنة قوي، انصحك بقى تروح تاخد دش بارد. يا حبيبة قلبي مفيش أي حاجة تقدر تدفع حب النار. يا قليل الأدب. انت تروح تسحب البلاغ ده وفورا. ايه اللي بتقوله ده يا أنا؟ انت اتجننت؟ انا برضه اللي اتجننت، ولا انت وابنك اللي طايحين في خلق الله من غير لا ظابط ولا رابط؟ انت تحكم على ليك وبس. صدقني يا بابا، لو كان اللي عمله الدكتور عادل ده عمله مع حضرتك مش مع ابويا الحقيقي، كان تصرفي هيكون هو. يا سيدي لما اموت خليهم يقطعوا فيا وينقذوا بيا البني ادمين. يا امجد يا امجد، دي سرقه اعضاء والاتجار بيها، ده سرق وباع. يا روح دي بقت تجاره عالميه ومعترف بيها. وبعدين الدكتور عادل اشترى الكليه المسروقه، شوفوا انتوا عايزين فيها كام وانا مستعد ادفعها. وانا مش هبيع جسم ابويا لانه مش ملكي، ملك ربنا. تقدر تشتري من ربنا؟ بص انا مش هدخل معاك في المخاطرات، انا قلت البلاغ ده يتسحب يعني يتسحب، والموضوع ده لازم ينتهي. اطلع على وقتك. انت ايه حكايتك؟ انت بتعصيه عليا؟ ما بقاش فيه فايده خلاص، الجثه في المشرحه، مفيش فايده، الموضوع خرج من ايدينا. لا في فايده وممكن يتنازل. لا مش من حقه انه يتنازل، ده حق البلد، حق مصر. امجد احنا في مصر مش في اوروبا. انت بتتكلمي بهدوء وما انتش حاسه بالكارثه اللي انت وابنك حطيتوني فيها. يا امجد صحي ضميرك شويه وافتكر ان انا قلت لك ان عادل بيعمل كده في المستشفى العام ومحدش قادر يمسك عليه حاجه. لما جات لي الفرصه عايزني اتنازل؟ ده انتقام بقى وتصفيه حسابات. يا هانم فكري كويس، عادل وراه عيله مراته، يعني هيعرفوا يخرجوه. اللي هيشيل الهم كله انت وانا. لا مش هيحصل، لان عشان ده يحصل لازم اتنازل انا وابني، وده مش ممكن يحصل ابدا. واللي بتعمله دوله دلوقتي ده دليل كبير قوي على انها مش هتقدر تعمل اي حاجه. انت مثاليه زياده عن اللزوم. انت فاكره ان القانون بيعاقب المتهمين الحقيقيين؟ لا يا هانم، القانون بيعاقب الصغيرين، اما الكبار بقى بس كده انا هضيع يا كاظم بيه. ادري يا حبيبي، انت كده ضايع وكده ضايع، ولا هتنكر؟ طب هتقول ايه في الشهود اللي شهدوا عليك في عمليه الاستئصال وعمليه الزرع؟ انت كل اللي مطلوب منك تنكر معرفة عادل بأي حاجة عن الموضوع ده، ومقابل ده هنسدد الشيك لأخوك ونديك جواب الضمان وفلوس كمان. وكاظم بيه هيخرجك من القضيه باقل خسائر، ده اذا خرجتش كمان من غير خسائر خالص. بس كده انا مستقبلي هيضيع، والنقابه هتشطب اسمي من سجل الاطباء، وهيمنعوني من مزاوله المهنه كمان. ولا يهمك، هشغلك عندي في السر. انت جراح ممتاز وانا لا يمكن استغنى عنك. وممكن اتسجن. يا اخي ما تبقاش رغاي بقى، انا وعدتك ان اخرجك من القضيه دي زي الشعره من العجين. ثم انت عملت عمل انساني، ده بيكفي انك انقذت حياه شاب صغير على حساب جثه. كاظم بيه سيبه يحسبها صح، براحتك. ادري فرق كبير انك تخرج من قضيه كسبان وانك تخرج من قضيه بخسائر ملهاش اول من اخر، وعقلك في راسك تعرف خلاصك. فكر. كده ولا كده الدكتور عادل مفيش اي دليل ادانه ضده، دي عمليه بطنه. الدكتور عادل جراح قلب، يعني الموضوع منتهي. لكن اعترافك هيمنع الشوشره اللي ممكن تحصل حوالين اسم العيله. طيب انا كده مش هعترف باي حاجه ولا اروح للنيابه الا لما تسددوا الفلوس لاخويا وتدوني جواب الضمان واسلمه كمان بنفس للنيابه. لا حبيبي كده في خطوره عليك وعليا. لحظه يا جماعه، في عندي فكره احسن من كده كتير. تقدر تروح بيتك يا دكتور أدري وهيوصلك شيك بالمبلغ المطلوب، وهصرفه قبل ما اروح النيابه واعترف على نفسي باي حاجه. وهتصرفه وتسدد مديونيه اخوك وتستلم المخالصه، ومقدما بقول لك مبروك عليك براءه اخوك. وانا تحت امركم، في اي صيغه اعتراف تحب تقولوها لي؟ هحفظها لك صم. اتفضل انت مع السلامه يا دكتور دلوقتي. عن اذنكم. تقصد ايه بكده؟ دليل اتهام جديد ضد أدري. مش فاهم. الشيك اللي هيوصله الليله هيكون من العتيبي، المريض اللي استفاد بكلية المرحوم، واظن انه ما يقدرش ياخر لك اي طلب، مش كده برضه؟ استاذ كبير، ربنا يخليك لينا.
غلط، اكبر غلط يا مختار انك تسيب البيت دلوقتي، غلط. يا ماما حضرتك ما سمعتيش هو قال لي ايه؟ قال لك ايه؟ ابوك اللي رباك بيقول لك كلمتين، ايه هتعاقبه؟ ده قال لي لو ما اتنزلتش عند البلاغه هيطردني من البيت. يطردك ايه؟ ايه العبط بتاعك ده؟ ولا انت بقى عشان بتبات بره بقالك يومين استحليت الحكايه؟ هناك يا امي بحس ان كل حاجه حواليا بتاعتي ملكي، هنا انا حاسس ان انا ضيف. ايوه انت ضيف، واختك ميادة ضيفه، وانتوا الاثنين ضيوف لغايه ما كل واحد فيكم هيروح بيته، ودي سنه الحياه. ماما سنه الحياه ايه؟ حضرتك فاهمه انا بتكلم في ايه وانا فاهم حضرتك كويس. وانا علشان فهماك كويس بقول لك ارجوك بلاش تنكش في الحكايه دي عشان خاطري، سيبني اكمل رسالتي. حاضر يا ماما، بس انا بصراحه مش هقدر استحمل الكلام ده تاني، لو اتكرر تاني انا همشي واسيب البيت. مش هيتكرر، اوعدك انه مش هيتكرر، بس علشان خاطري بقى ذاكر وعوض اللي فات. ماما انا معلش في سؤال مهم قوي كنت عايز اساله لحضرتك. هو بابا صلاح كان بيدفع مصاريفي؟ لا ما حصلش، يمكن زمان وانت لسه طفل صغير يعني، بس من ساعه ما اتولدت ميادة ما كانش بيبعت حاجه خالص. طب مش جايز كان بيدي بابا امجد في السر؟ لا كان امجد قال لي. انت بتسال ليه؟ غريبه، اصل بابا صلاح قبل ما يموت قال لي ان هو كان بيدفع كل مصاريفي، حتى فلوس العربيه الجديده هو اللي جابها لي. لا 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 لا، ده مش صحيح، صدقني مش صحيح. طب حضرتك تفسري بايه ان هبه بنت عمتي اول ما شافت بابا امجد في المستشفى عرفته وبابا امجد عرفها، مع ان المفروض انهم ما يعرفوش بعض؟ يعني ايه؟ انت عايز تقول لي ان امجد كان بيروح لصلاح في شقه السيده زينب وياخد منه فلوس؟ تهيألي ملهاش تفسير تاني، خصوصا ان هبه كانت عايشه مع بابا في السيده. لا 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 لا، ليه؟ هياخد منه ايه وليه؟ هو احنا محتاجين؟ وبعدين ابوك لو كان دفع اي مليم كان خدك عنده ورباك. يمكن بابا صلاح كان حاسس بالذنب من ناحيتي قبل ما يموت، بس انا متاكد ان بابا صلاح عمره ما بيكذب ابدا. في حكايه العربيه دي بقى هو مش مظبوط، وعشان خاطري اسكت بقى. يلا يا حبيبي شيل هدومك عشان خاطري، يلا. مش هتصل بيه، ممكن كده يفتكرني بجري وراه ولا حاجه. الجميل بيعمل ايه؟ ماما بتحطي روج يا ميادة؟ لا انا كنت بس بجرب شكلي. لا حبيبتي انت شكلك جميل طبيعي. امال اللي بيحطوا مكياج بيحطوه ليه؟ ناقصهم حاجه وبيكملوها. يعني انت رايك ان انا مش محتاجه حاجه؟ لا مش محتاجه، انت محتاجه تركزي في مذاكرتك وبس، وما تفكريش في اي حد مش كويس. ليه يا ماما بتقولي كده؟ عشان زعلانه منك، ما بقيتيش تحكي لي اي حاجه بتحصل في الجامعه. ما هو ما فيش اي حاجه تتحكي يا ماما. بجد يا ميادة؟ ما فيش حاجه خالص؟ يعني لو في اي حاجه هتبقي تحكيها لي حبيبتي؟ اكيد طبعا يا ماما اكيد. طب انت عارفه طبعا ان زياره الانصاري وسامي ابنه اتلغت عشان الظروف اللي احنا فيها. يا ريت يا ماما تتلغي على طول لغايه ما اخلص جامعه. ليه يا حبيبتي بتقولي كده؟ هو سامي مش عاجبك ولا في حاجه؟ لا مش مستظرفاه كده، يعني يمكن اكون انا لسه صغيره ومش عارفه احكم عليه، لكن الاكيد اني تقيل على قلبي. ماشي حبيبتي، المهم دلوقتي تفكري في مذاكرتك وبس، وتخشي تعزي اخوكي. يلا ماما علشان خاطري بلاش، مش هعرف اعيط ولا اتكلم، ويمكن علشان كده انا هربانه منه. ماشي يا حبيبتي، بس اقعدي ذاكري وبطلي مرايه. تصبحي على خير. وانتي من اهلي. الو. ايوه يا حسين، عامل نفسك تقيل ومش عايز تتصل بيا ها؟ طب ايه رايك بقى ان انا هقفل الموبايل؟ قليل الادب. والله طابت واستوت. بدل ما ترغي في التليفون ذاكر لك كلمتين ينفعوك. لو منفعه بتيجي من المذاكره كان زمان بنتك فتحت كليه، لكن المذاكره اخرها ايه؟ شهاده وبتتعلق على الحيطه. يا سيدي شهاده ولا مش شهاده، بس خدها وما تعلقهاش، المهم انك تاخدها. المهم انت عملت ايه النهارده في المصنع؟ اظن بقى انها بكتيريا على شونه وجماعه المصدرين على الفاضي. انت بتجيب الكلام ده منين؟ عايز تعرف ايه؟
انت قلت لي قبل كده انك بتعرف كل حاجه بتحصل في بيت امجد الغسولي. ازاي؟ وهتبقى صاحبي وحبيبي ولا هتسيح وتحور؟ يا ابني اتكلم على طول، انا مش طايق نفسي. ميادة يا سيدي بنت امجد الغزولي، زميلتي في الجامعه وصاحبتي قوي. يعني ايه؟ يعني ابنك واقف يا حاج، وكلت قلبها كمان. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ دي مخطوبه لابن شريف الانصاري. مش قلت لك هتسيح وتحور؟ يا ابني حرام عليك، ده انا ما صدقت لقيت وظيفه محترمه اشبط فيها. طب بقول لك ايه، اعمل ودن من طين وودن من عجين، ولا كانك سمعت حاجه. انا غلطان، انا هظبط اموري، ويا عم هبقى اعزمك على الفرح. فرح؟ فرح مين؟ انت وبنت امجد الغزولي؟ انت فاكر امجد الغزولي ده راجل هفق ممكن يوافق على واحد حسالة زيك؟ هنغلط بقى. ده لو اتقدم لاختك واحد تافه زيك انا اللي يمكن اوافق عليه. عايز امجد الغزولي يوافق عليك انت؟ هيوافق، وهطلب منه يشغلني مدير عليك في المصنع. مدير عليا؟ مدير عليا انا يا سافل يا تافه؟ بقول لك ايه، اياك اسمع انك قربت من البنت دي. ده امجد الغزولي والانصاري ممكن ينسفوني نسف. بقول لك ايه يا حاج، روح نام، شكلك تعبان. روح. ماشي، بس خليك فاكر ولا قد اعذر من انذر. اعذر من انظر؟ اتعلموا مني حاجه بقى، انتوا مش عارفين حاجه شكلكم. وبعدين يا شكري، اعمل ايه في الورطه اللي انا فيها دي؟ اللي انا شايفه يا باشا ان الدكتوره روح عنيده جدا، ومش ممكن هتفوت فرصه الانتقام ديت. مفيش قدامك يا باشا غير الولد. مختار؟ لا مختار طول عمره بيسمع كلامها ولا يمكن يعصاها ابدا. طب حاول يا فندم تكلمه مره تانيه. بصراحه كده يا شكري، انا اللي قلقني حكايه دولت دي. من ساعه لما اتصلت بيا ما اتكلمتش مره تانيه، لان الموضوع ما يهمهاش. جايز يا فندم استغنت عن خدماتك، وده الاحتمال الارجح. طب افترض بقى ان الموضوع ما اتلمش واتقلبت الصداقه